كله ايه؟ رايح، وكله هيموت، وكله هيقف بين يدي الله عاريا حافيا ليسأل. فالسؤال: هل أعددت الزاد لسؤال الله؟ هل جهزت إجابة من أجل حينما ينادى عليك من قبل الله ويقول لك هلم للعرض على الله؟ سينادى عليك من قبل الله: عبدي لما عصيتني؟ عبدي لما تجرأت علي؟ عبدي لما بارزتني في الخلوات؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه يا عبدي؟ لما كنت تتخفى من الناس وكنت تخشى أن يراك الناس على معصيتي، وكنت تعلم جيدا أنني أراك وتعصيني. كنت عارف ان انا شايفك وبتعصيني، كنت عارف ان انا مطلع عليك وبتتهاون في الفرائض الخمسة، كنت عارف ان انا مطلع عليك، وكنت تعصي الله في العشر الاول من ذي الحجة، ورسول الله لما قال صل عليه عند الامام الترمذي والبخاري ومسلم مع اختلاف الروايات، سيدك النبي صلى عليه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. يعني يا رسول الله ما فيش أفضل من العشر أيام ده همت؟ يعني يا رسول الله أفضل 10 وأفضل 9 أيام على الإطلاق إلا الله يقسم بيهم في القرآن ويقول لنا: والفجر وليال عشر. الله يقسم بهما في القرآن لتعظيم مكانتهما في الإسلام. صل على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول خطوة لو ضاع منك في العشر الأول من ذي الحجة يوم، في الثاني، في الثالث، أول خطوة تبدأ بيها وتراجع نفسك بيها التوبة إنك لازم ترجع، وإنك لازم تتوب، وإنك لازم تقول له: يا رب خلاص، كفى إعراض، وكفى ذنوب، وكفى تجرؤ على الله، وكفى مبارزة لله في الخلوات. كل يوم بنسمع الشباب بتموت، وكل يوم بنقف على القبور ونشيع موتانا، كل يوم نقف على القبور ونقول وداعا لأحبابنا. فالسؤال هنا يا أحبة: بالأمس وقف ملك الموت على عتبة دار بيت هذا الفقيد، وقف على باب بيت فقدنا، نسأل الله العلي القدير أن يرحمه يا رب. وقف على بيت الفقيد، وقف على عتبة بيت الفقيد وقال: إن كان سخطكم علي فأنا في ذلك مأمور. الأمر من مين؟ من الله. إن كان سخطكم على ميتكم فإنه في ذلك مقهور. ميتكم ما كانش عايز يسيبكم، لكن هذا أمر الله نفذ. وإن كان سخطكم علي فأنا في ذلك مأمور، أمر الله. وإن كان سخطكم على ميتكم فأنتم به كفرة، وإن كان سخطكم على ربكم فأنتم به كفرة، وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي فيكم أحدا. السؤال: حضرتك ضامن الكرسي اللي انت قاعد عليه؟ لا. حضرتك ضامن انك توصل بيتك؟ لا. حضرتك ضامن انك ترمش بعينك؟ لا. فعلى ما التباهي وعلى ما الغرور؟ ليه التكبر وليه التباهي وليه الغرور
وليه وصلنا لمرحلة ان احنا بنتباهى على بعض، ووصلنا لمرحلة ان احنا نتكبر على بعض، ووصلنا لمرحلة ان من اجل مشكلة يقول لك انت ما تعرفش انا ابن مين، انت ما تعرفش انا عيلتي مين، انت ما تعرفش انا جدي الحاج فلان والباشا علان. اسمع سيدك النبي صلي عليه قاعد مع الصحابة، فيسأل واحد قاعد معه صلى الله عليه وسلم ويقول له من أنت؟ سؤال النبي بيسأله ويقول له انت مين؟ انت مين؟ فقال له عدل اللياقة كده وقال له يا محمد انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا فلان ابن فلان ابن فلان. فالنبي قال له حسبك اسكت بس كفايه. اسمع بقى سيدك النبي يقص على الصحابة حكاية سيدنا موسى كليم الله. سيدنا موسى قاعد مع رفقائه ويسألهم واحد يقول له من أنت، ويتباهوا على بعض ويتفاخروا على بعض بالحسب والنسب، ويقول له يا موسى أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من أجداده. عد كم جد؟ 9 من أجداده. فربنا يوحي لسيدنا موسى ويقول له يا موسى قل لصاحبك أن أجداده 9 في النار وهو عاشرهم. يبقى إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. لا أغناكم لا أعلاكم لا أحسبكم لا أنسبكم، لا الأكثر عقارات ولا الأكثر عربيات ولا الأكثر أطيان ولا الأكثر بيوت. يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء. هتقف قدامه لتسأل، هتقف قدامه يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا مالك نفعك ولا عيالك نفعينك، ولا ان انت كل ما تحصل مشكلة تطلع انت وعيالك عشان تضربوا اللي انت تعاركت معاه. عشان ايه؟ عشان ربنا من عليك بالحق.